يا صباح الأخبار والأسرار اللي محدش يعرفها. في عجايب العالم مخبيها عنك، وحقايق لو شفتها بعينك عقلك هيرفض يصدقها. هنبدأ بعقاب غريب جدا في الهند للحرامية بيخليهم عبرة للكل، وبعدها هكشف لك حقيقة البنات اللي قلبوا العالم وطلعوا في الآخر فنكوش. ومش بس كده، ده في كائنات ذكائها بيعدي حدود المنطق وبتعمل حركات تتحدى العقل. وفي الآخر هندخل منطقة الخطر ونشوف طقوس مرعبة لطرد الشياطين. ركز في كل دقيقة عشان اللي جاي ده هيغير نظرتك لكل حاجة. ويلا بينا. تعال بقى أوريك النهاردة إيه اللي بيحصل في الهند وإزاي بيخرجوا الشياطين. في الهند يا سيدي عندهم طقوس وعندهم عادات بتقول إن السبب الأول والأخير في اللي بيحصل للإنسان هو الشيطان. واللي هيصدمك بجد إن الطقوس دي بتسمى اكسورسيزم، وبيعملوها عشان يطردوا أي طاقة سلبية أو أرواح شريرة معتقدين إنها مسيطرة على الشخص. واللي هيجننك أكتر إن العلم بيفسر الحالات دي على إنها اضطرابات نفسية زي السايكوزس، يعني العقل هو اللي بيخلق الحالة دي عشان يهرب من ضغط نفسي فوق طاقته، والموضوع ملوش علاقة بالعالم الآخر زي ما هم فاكرين. سيبك بقى من الشياطين وتعال نشوف أغرب عقاب بيحصل للحرامية. تعال بقى أوريك أغرب عقاب بيتعمل لأي حرامي لو اتمسك. في الهند الموضوع مختلف، لو مسكوا حرامي بيتعمل فيه الشكل اللي انت شايفه ده، بيتحلق شعره بالكامل. واللي هيجننك ان العقاب ده بيعتمد على فكرة الوصم الاجتماعي او السوشيال ستيجما، والهدف منه مش مجرد العقاب الجسدي لكن تدمير سمعة الشخص تماما قدام اهله والناس. وعلميا النوع ده من العقاب بيسيب اثر نفسي مدمر بيسمى الاعدام المعنوي، لان الشخص بيفقد قيمته وسط المجتمع للابد وما بيقدرش يرفع عينه في حسد تاني. سيبك من عقاب البشر وتعال نشوف أغرب توأم في العالم. تعال بقى نشوف أغرب توأم موجود في العالم كله، واللي عمل ضجة كبيرة في الأيام اللي فاتت وكل الناس بتتكلم عنها. البنتين اللي قدامكم دول عايشين في الهند. طبعا انت صدقت دلوقتي، ولكن الحقيقة ان ده كله معمولة بالذكاء الاصطناعي. المعلومة هنا ان التقنية دي بتسمى الديب فيك، ودي بتعتمد على الشبكات العصبية اللي بتقلد ملامح البشر بدقة مرعبة. وعلميا الصور دي بتخدع مخك لأنها بتلعب على منطقة اسمها الفيوسيفورم فيس اريا، وهي المسؤولة عن تمييز الوجوه. ولما الذكاء الاصطناعي بيقدم تفاصيل قريبة للحقيقة مخك بيصدقها فورا قبل ما يحللها منطقيا. سيبك بقى من خدع الذكاء الاصطناعي وتعال نشوف ذكاء أسد البحر. تعال بقى أوريك حقيقة أسد البحر اللي محدش هيقولك عليها. ولو انت فاكر ان اللي قدامك ده نوع من أنواع كلاب البحر تبقى غلطان. في فرق بين الاتنين. أسد البحر بيختلف تماما عشان ده يعتبر موجود في العالم كله. واللي هيجننك أكتر إن أسد البحر عنده قدرة بتسمى بريديكارديا، ودي ميزة فسيولوجية بتخليه يقلل ضربات قلبه للنص أول ما ينزل المية عشان يوفر الأكسجين. مش بس كده، ده دمه فيه نسبة هيموجلوبين أعلى بكتير من البشر، وده اللي بيخليه يخزن كمية أكسجين في عضلاته تكفيه طول فترة الغطس دي من غير ما يحتاج يتنفس. سيبك بقى من الحيوانات وتعال نشوف حرب الألوان. تعال بقى أوريك أغرب الأسلحة اللي موجودة في الهند. طبعا كلنا شايفين الحرب اللي موجودة في العالم كله، ولكن في الهند دلوقتي في حرب من نوع تاني وهي حرب الألوان. أيوة يا سيدي، عاملين قنابل صغيرة، والقنابل دي بتفرقع وبتفرش الدنيا ألوان بالطريقة اللي انت شايفها قدامك. واللي هيصدمك إن الألوان دي زمان كانت بتتصنع من نباتات طبية زي الكركم عشان تطهر الجلد من البكتيريا. يعني المهرجان ده في الأصل كان عبارة عن صيدلية طبيعية متنقلة بين الناس، مش مجرد لعب وهزار. سيبك بقى من ألوان الهند وتعال نشوف نار الصين. تعال بقى أوريك أكتر نبات منتشر في الصين وبياكلوه بكميات كبيرة، وبيعتبر عندهم فاتح شهية طبيعي 100%، وهو الفلفل الحامي. أيوة يا سيدي، الصين من أكتر الدول اللي بتستخدم الفلفل وبيزرعوه بكميات كبيرة، ومفيش أكلة في الصين غير لما هتلاقي جواها النبات الحامي. واللي هيجننك إن الفلفل ده بيحتوي على مادة كيميائية اسمها الكابسايسين، والمادة دي بتخدع أعصابك وبتحسس مخك إن في حريق بجد جوه بقك، رغم إن درجة حرارتك ما بتزيدش ولا حاجة. وعلميا جسمك بيرد بفرز هرمون الاندورفين المسؤول عن السعادة عشان يقلل الوجع، وده اللي بيخلي الناس تدمن أكل الشطة وتحس بمتعة غريبة بعدها. وبس يا سيدي، كده خلصت حكايتنا النهاردة. قول لي بقى في التعليقات لو بطل وتقدر تجرب الفلفل الصيني ده على الفطار، ولا آخره معاك الفلفل الرومي. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك المتين، واستنونا بكرة في حكاية جديدة من حكاوينا. وكل سنة وانتوا طيبين، وصياما مقبولا وإفطارا شهيا. سلام.